حكايات 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 جايلنا في أحلى الأوقات مع خالته أسماء السكرة وأصحابنا في كل البلدان. هنطير سوا مع بعضنا لعالم كله مغامرات، نسمع نفهم نتعلم ونبقى أبطال في الحكايات. يا أهلا بأبطال الصغيرين، وحشتوني قوي قوي. النهاردة خالته أسماء هتاخدكم في رحلة غريبة تحت المية. غمضوا عيونكم كده، حسوا بالمية الباردة وهي بتحركنا بالراحة وبشويش، وشوفوا الأسماك الملونة اللي بتلعب حوالينا، أحمر وأصفر وأزرق، كأننا في حفلة بلالين تحت البحر. كان يا مكان في سمكة صغنونة خالص خالص اسمها لولو. لولو كانت دايما بتخاف تطلع بره الشعب المرجانية بتاعتها، كانت فاكرة ان البحر ده وحش كبير ومخيف، واصحابها الاسماك يقولوا لها: يا لولو تعالي يا لولو، شوفي اللؤلؤة اللي بتلمع هناك دي، تعالي نشوفها مع بعض. وهي تقول لهم: لا لا لا، انا خليني هنا احسن، انا بخاف خالص خالص خالص. وفي يوم سمكة كبيرة وصديقة للكل وقعت نضارتها في مكان بعيد ورا صخرة ضلمة شوية، مفيش سمكة عرفت تدخل تجيبها لها غير لولو بس، لأن حجمها صغير ورقيق. لولو وقفت مترددة شوية، قلبها كان بيدق بسرعة، دم دم تك تك دم دم تك تك. بس بصت لصاحباتها الزعلانين وقالت: أنا لازم أساعدها، أنا قوية، أنا بطلة. لولو أخدت نفس عميق ودخلت ورا الصخرة. كانت خايفة في الأول، بس اكتشفت إن الضلمة مش وحشة، دي كانت مجرد خيال. لقت النضارة وفوقها لؤلؤة بتلمع كأنها مكافأة ليها. طلعت لولو والكل قعد يسقف لها كتير 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 ويقول لها: برافو يا لولو يا شجاعة، برافو يا لولو يا شجاعة. عارفين يا ولاد اتعلمنا ايه من القصة دي؟ ان الخوف مجرد فكرة في دماغنا احنا وبس، وأول ما بناخد خطوة بنكتشف إننا أبطال حقيقيين. كل واحد فيكم عنده لؤلؤة شجاعة جوه قلبه، بس محتاجة منه إنه يصدق نفسه كويس ويثق بنفسه ويثق بقدراته. يا رب يجعلكم دايما شجعان ومنورين الدنيا بجمالكم. تصبحوا على ألف خير وحب وسعادة. كانت معكم خالته أسماء. باي باي. حكايات حكايات حكايات، أساطير كلمات وسلام، غنوة وحواديت أحلام مع خالته أسماء السكرة، هتفضل عايشة معانا لسنة.